كتبدا القصه بهاد اللوين سميتو جون، قائد ديال واحد الفرقه عسكريه في سوريا. كانت عندهم واحد المهمه، شدوا الاعداء ديالهم خرطوهم من الماء، وخوتنا كيبانوا محترفين. ديك الساعه هزوا الامتعه ديالهم وقصدوا القاعده باش يرتاحوا. خرج عندهم هاد خونا قال لهم عندكم مهمه جديده. واحد السوري شاد واحد الدبلوماسي وكيهدوا الدوله وشدوا كاوطاج. ديك الساعه عطاهم الخريطه، قال لهم يلا سيروا قلبوا عليه، وديك الساعه قصدوا الدريبه ديالو كيتربصوا بشويه بشويه. شدوا داك الحارس ديال الفوق تيراو عليه قتلوه، ومشاو لصقوا المتفجرات في الباب، وكتسمع بوم. ديك الساعه طلعوا بداو كيطيحوا في الحراس واحد بواحد، ودخلوا لواحد البيت لقاو فيه دبلوماسي شادينو اوطاج. كسلوا دوك خوتنا، حيدوا ليه اللعيبه من عينه باش ما يبقاش مخنوق. وديك الساعه جون اللي بغى يمشي تشيكي دوك خوتنا لقاهم كلهم روسيين وماشي سوريين كما قال لهم مول الميسيون. دار عنده قال لي علاش كذبتي علينا، قلتي لنا خوتنا روسيين. قال لي ماشي سوقنا سوريين ولا روسيين، المهم كانوا باغيين يقتلوا دبلوماسي، وهما خارجين خرجوا لهم واحد خوتنا بداو كيخرطوا فيهم، وهما يبداو يكسلوا فيهم من الطرف عاوتاني. تفرقعت واحد القنبله وماتوا بزاف من صحاب جون تا واكله واحد القتله خايبه. كارين طاحت في الدوزيام ايطاج، وداك خونا غادي يكون الهم ديالو الوحيد هو يعتق داك الدبلوماسي. ما عقلش عليهم كاملين بمره. ديك الساعه جون حقد على صبو، هاز الدبلوماسي خرج نقص واحد الحفره وما يبداو كيتيريو عليه. جون كان قدر يعتق كارين، هازها خرجها واللي جا قدامه كيطنطنو. ديك الساعه طلعت جون وقال لها اجي نتسناو كارين فين غادي. وداك ولد الحرام مشى وخلاها تماك وعفاطه معلم. ديك الساعه جون سخط عليه، بدا يبغي يطيف معاه وسط الطياره، وصافي في هاد اللحظه الهدف ديالو الوحيد هو ينتقم منه. ديك الساعات غنشوفوا الحياه الحقيقيه ديال حبيبنا جون. حبيبنا ساكن في واحد الدار ناضيه، عنده مراه مزيانه. المهم واحد من دوك اللي خدامين في الفرقه ديال جون كان كيدوي مع بنته وقالت لها اجي نلعب معايا. قال لها بلاش نلوح الزبل ونجي نلعب معاك. دخلات بنته لاح الزبل ويدوز في واحد الطوموبيله بغجاته مزيان قدام الامانه امانته، وغيبان بلا الطوموبيله كانت قاصده هو باش تقتلو. واحد اخر من هذوك اللي كانوا خدامين ضروري هو اللي ديك الطوموبيله، ما عطاش الامر شي اهميه. شويه وما يخرج منه واحد الجوج وما يشدوه وما يخرطوه مزيان، وتا هما غادي يكونوا مستهدفين وباغيين يقتلوه. نرجعوا عند صاحبنا اللوين، دمر شويه نعاس، هبط للقب ويتشكى فيه كما كيدير يوميا. شويه وما تموا جايين واحد خوتنا كيتسلوا ليه الدار، حلوا الدار بالكود وتموا داخلين كأن شيئا لم يحدث. قطعوا ليه الضو، خونا شاف الضو تقطع قال تما كاينه شي حاجه. بدا كيسمع الخطوات ديال الناس في الدروج، تماك حس بالبلان ماشي هو هذاك. هز واحد البيل معاه فردي وتم طالع. دوك خوتنا ما كيعطلوش، ما عطلوا عند مرته خرطوها مزيان قتلوها، وغادي يكونوا هما ثلاثه الناس. ديك الساعات حبيبنا اللوين بقى كيخرج عندهم وكيطيح فيهم واحد بواحد، تبقاو ليه واحد جوج كاينين في البيت ديال مرته، متاكدوا باللي ماتت وينوض واحد فيهم قتل صاحبه. ديك الساعات تلاقى مع اللوين قدامه، اللوين تيرا فيه هو تيرا فيه، بداو كيخرطوا في بعضياتهم وطاحوا بجوجهم في الارض. اللوين مابقاش قادر ينوض. داك خونا كان عنده واحد الجيلي كالي عليه شويه الدقه ويحيد الماسك ديالو. اللوين شافو مزيان في وجهه وعقل عليه. داك خونا بغى يشري في اللوين لقى القرطه الساله، هو ينوض ويعلق. اللوين مابقاش قادر ينوض، بقى كيحاول يزحف توصل عند مرته. مني شافها ماتت سخط على صبهم. صافي اللوين حقد، عندك هذا والقرع لمسو حتى حقدو غتبلبل. ديك الساعات هزوه داو للسبيطار، وهما غاديين بيه غنشوفوا داك اندري ولد الحرام كيدوي مع دوك القوده ديال الجيش على البلان ديال اللوين. وحسب التقرير غادي يبان بلي موت ثلاثه من دوك الحراس اللي كانوا جايين عندهم يفرعوهم ومرتو. وهنايا غتبان لنا ديك كارين ما ماتش ما والو وعاشت، وبقات حاقد على اندري وواحد الوقت ترجع عليه الصرف. اما بالنسبه للاصابات فتصاب اللوين اصابه خطيره، وداك خونا اللي قتل لي مامتو هو تصاب وعلق. كارين مورا داك الشيء ما بقاش عند اندري، كبساتها معاه بدات كتسب فيه علاش طيح باللوين قدام دوك القوده ديال الجيش، وبدات كلمه فيا كلمه فيك، وهي مع قرعه ولوينه كعكعاشو. المهم نرجعوا عند اللوين كان في السبيطار وكان كيحلم شي حلمات خايبين، بحال حلمه ديال مرتو كتموت، مرتو كتعيش. المهم واحد النهار فاق، مع فاق سول كارين شكون دار فيهم ديك الحاله، وهي تقول لي مثلا ما عرفناش. وديك الساعات عرف بلي الا بغى يوصل للقتله ديال مراتو خاصو يديرها لراسو، حيت الدوله ما داوله ما والو. من داك النهار ما كاين غشقه على روحك. كيفيق الصباح كيبدا يتريني، يدير اكثر من جهده باش يتشافى، كيمشي يعوم. المهم خونا الحلم ديالو في هاد الاوقات انه ترجع ليه صحته كما كانت باش يبدا ينتقم. ديك الساعات كارين عيطوا لها لواحد الاجتماع، دخلت شويه تلقى اندري بغى يصدرها قدام الوزير بحجه هادشي اللي غيقول لها سري بزاف، ولكن الوزير كان مصر انها تبقى. المهم جبد تصاور وعطى الهويه ديال كاع دوك خوتنا اللي قتلوا مرت اللوين.
قال ليه بلي كلهم كانوا واحد الجنود روس، وكانوا كلهم قتلوا الاصدقاء ديال لوين، حيت غالبا شاركوا في الميسيون الاخرى اللي كانوا داروا وقتلوا فيها بزاف ديال الروس. قال ليه الوزير واش غدير دابا؟ قال لي ما عندنا ما نديرو، جات واحد لواحد الطرفين هما بداو والاخرين رجعوا لهم الصرف، يعني ما عندنا ما نديرو اليوم، ولا درنا شي حاجه دابا غادي ندخلوا في شي حرب خايبه مع الروس. كارين ما بغاتش تدخل هاد الهضره الراس، مشات عند لوين وهي تعطيه كاع دوك المعلومات اللي ما كانش خاصها تخرج، وقالت ليه السميات ديال دوك خوتنا اللي قتلوا ليه مرتو والسميات داك خونا الاخراني اللي هرب. قال ليها متاكده بلي هادي سميتو؟ قالت ليه الصراحه ما عرفتش، ولكن ها هو الوزير ديال روسيا، سير عنده وسولو، عطاتو كاع المعلومات اللي غادي ينفعوه باش ينتقم من مرتو. واحد الليله غادي يكون خارج دير براسو سكران، مشى ديريكتومون الجهه اللي ساكن فيها داك الوزير، بدا كيدير براسو سكران حدا دوك الجنود. ما تمزقوش ليه خونا ضارب الميري في 12 جا هنايا يدير لينا فيها ناضي غادي ندفعوه. المهم ديك الساعه ضرب على الوزير خارج، هز طوموبيلتو فاط. الطوموبيله اللي كان راكب فيها الوزير كانوا معاه الحراس، وكانت معاه واحد الطوموبيله اخرى هي عامره بالحراس. لوين بلغ بالطوموبيله اللورانيه وقفوهم البوليس يقلبوهم، وبقات لي غير الطوموبيله ديال الوزير. الوزير كان غادي ما عليه ما به غاش دخل فيه، هبط خوا المازوط، عمر القضيه كامله بالمازوط ويلوح فيها بريكه، تحرقات. دخل عندك الحارس دقدقو ونيش فيه، قال لي شوف غتقول لي داك خونا الثالث اللي كان قتل لي مرتي ولا غندغمرك. ديك الساعات كاع عرفوا بلي هو اللي مشت ليه مرته من ديك المخابرات ديال سوريا، وديك الساعه ما بغى يقول ليه والو. وينو دلوين تيرا ليه في رجلو، وخونا بدا كيقرب اللي كاينه واللي ما كايناش. قال ليه بلي الضابط الثالث سميتو فيكتور ايغور، وديك الساعات من الدم والامانه امانته في البلاصه. المهم لوين خدا اللعيبات اللي بغا، خرج هز يدو للبوليس وما يداو للحبس. مشى للحبس دوات مع كارين، قالت ليه ما كانش لك تقتلهم، انت دابا غدوز حياتك كامله في الحبس، ما غتنتقمش لمرتك. قال لها انت مالك مريضه، انا غندوز حياتي كامله في الحبس. قالت ليه وكي غدير تخرج؟ هو يقول لها بلي داك خونا قبل ما نقتلو جبت من عنده واحد المعلومه غادي تخلي داك الوزير وكلشي يخرجوني من الحبس، وغادي نعاونهم في واحد المهم. المهم فعلا داو للحبس وداو لواحد من اخطر السجون، واللي كانوا دوك السود كيتعنفوا فيه بزاف. المهم برك في الزنزانه ديالو ما كيدوي مع حد، داخل سوق راسو. شويه عيط ليه الحارس، قال لي شوف غتدخل غدير يدك وراك وغتدخل الحيط. قال لي ولا ما درتش اش غدير؟ اش غندير؟ بلاتي انا جاي لامك. سد الباب، وديك الساعات لوين بدا شي قاد في يدو كيوجد، حيت عارف اللي غيدخلوا عليه يخليوه عشو، فزق يدو طلق الماء ووقف كيتسنى الدقه. ديك الساعات دخلوا عليه واحد خوتنا لابسين الدروع تمو قاصدينو، ضرب الاول بركله، ضرب عن ثاني بكروشي، ضرب الاخر تا هو بركله، بدا خدا لهم العصاي ديالهم بدا كيسلخهم بهم. المهم خلى لهم ضربوهم مزيان. واحد علاش شد واحد خونا رهينه وقال ليه سير بعد منه ولا غادي نقجو غنقتلو. ديك الساعات داك الحارس سد الباب وخلاهم. وجا لوين عند لوين عطاه التليفون دوا مع القاضي، قال لي عندي واحد المعلومه غادي تخليك تخرجني من الحبس. المهم في ديك اللحظه امرهم يخرجوه، خرجوه من الحبس. ومن خرج لقى بزاف ديال الطوموبيلات كيتسناو، طلع مع لوين داو لواحد المقر كاين تحت الارض ديال المخابرات، وبرك مع الوزير. قال لي الوزير ايوا شنو هي هاد المعلومه اللي فرحتي بها راسك؟ قال لي عرفت الهويه ديال داك الروسي الثالث اللي قتل لي مرتي وعلق، هو يقول لي سميتو فيكتور ايغور. ديك الساعات بداو كيدوروا في عينيهم، كيبقلوا في عينيهم، ويقول لي اش كتخربط؟ هاد فيكتور ايغور راه 20 عام باش مات. قال لي 20 عام باش مات؟ هو انا شفتو في داري ومتاكد منه هو. قال لي واخا ماشي مشكل. ديك الساعات الوزير عطاه واحد التصاور ديال شي مجرمين، وقال لي قول لي فين هو داك اللي شتي في دارك. ديريكتومون لوين بقى كيشوف فيهم كي اناليزي شويه، قال لي هذا. ديك الساعات غادي يكون خونا هو فيكتور ايغور، وغيعرفوا بلي خونا ما مات ما والو، وغير دار استعواء للموت ديالو باش زعما ما يبقاوش تابعينه وما يبقاوش لاصقين ليه في راسه. ديك الساعات الوزير ملي عرف بلي خونا باقي حي قال لهم جمعوا واحد الفرقه باش نمشيو نقتلو قبل ما يدير شي مصيبه في البلاد. وقال لوين بغيت، قال ليه لوين بغيت ندخل معاكم. ديك الساعات الوزير قال لي مرحبا. كارين دخلات قالت لي لوين ما قلتش يمشي، ولكن غادي يكون هو افضل واحد خاصو يمشي باش ينتقم. المهم وجدوا المعدات ديالهم وقلعوا بالطياره. الطريق غادا مزيان، ما كاين حتى شي مشكل، الحياه سعيده. شويه من وصلوا الاراضي الروسيه وقفات عليهم واحد الطائره حربيه كتسولهم على الهويه ديالو. مني ما جاوبوهاش ضربتهم بواحد القذيفه هرست لهم جهه من الطياره، وبدات الطياره قاصده الارض. مني وصلت الارض عمرت الطياره كلها بالماء حتى طاحت في البحر. المهم كلهم خرجوا، ولكن لوين رفض انه يخرج بلا المعدات اللي جاب باش ينتقم من مرته. هبط حبس السوفل بدا كيقلب عليهم كاملين وحده بوحده، وكان كيطلع من واحد الفتحه كيتنفس منه. في الاخر قدر يخرج كاع المعدات وخرج حتى واحد الباطو صغير تحركوا به. وصلوا للمقر، هو لقى داك اندري حاط شي فلوس لشي روسيين تماك، وديك الساعه عرفهم خانوا. ديك الساعه شنق عليه قال ليه خنتينا العروبي اللي ولدك،
ما خلاه يقول حتى كلمه، بقى منيش دوك خوتنا هازين يديهم شويه، قال لي هاد خوتنا رجعهم باش يعاونونا. ديك الساعات لوين طلع منه وقال لي علاش ما قلتيش لي هادشي في الاول؟ قال لي انت اش خليتيني نقول؟ حتى حطيه فردي في راسي. المهم سلكوها وداروا واحد الخطه باش يدرموا على داك فيكتور. الخطه هي كالتالي: طلعوا في الفيرغون، مشاو الدريبه اللي ساكن فيها، كراو واحد الدار قدام دارو وبداو مسكوبين عليه بسنايبر. عرفوه تماك مبغاوش يقتلوه، وتمو طالعين عنده بشويه بشويه، ما دانيش الحس. شويه لوين سد عليهم واحد الباب وقال لهم غادي نمشي نقتلوا الراس حيت قتل ليا مرتي. المهم دخل عنده كوك سكوبا عليه، ودخل هو يلقى بزاف ديال الناس ميتين. مشى عنده قال ليه عقتي بيا، انا ما ميت ما والو، ولكن انت غتموت. قال ليه كيفاش؟ هو يلقى معمر الجسم ديالو بالمتفجرات، وقال ليه بلي غادي نفرقع القضيه. قال لي وكزاد قال لي عاوتاني بلي الوزير ديالكم هو اللي امرني ندير هادشي. قال لي الوزير؟ قال لي الوزير ديالكم اللي امرني ندير هادشي وصيفطكم هنايا باش نتفرقع معاكم وتموتوا كاملين. ديك الساعه تخبى ورا واحد الحيط لوين وتبوا من بهاد القضيه. لوين ما حس والو، ما لعقهاش حيتاش كان مخبي ورا واحد الحيط. شويه بداو كيشيروا فيهم شيروز، وانا غنعرفوا بلي الوزير صيفطهم هنايا باش يقتلهم. علاش صيفطهم هنا من بعد نعرف. والبوليس يشوفوا شنو واقع وما يقتلوهم دوك الروس. كارين قالت لوين شنو قال لك داك رايكوف قبل ما يموت، هو يقول لها بلي قال لي الوزير ديالنا بغى يشعل الحرب بين روسيا وامريكان، وخصنا ندبروا راسنا حيت هو اصلا جايبنا باش نموتوا. بقاو غاديين كيهبطوا وكيطيحوا في دوك صحاب السنايبر، غاديين في الطريق وكيقتلوا فيهم. في الاخر قدروا انهم يهبطوا حتى لتحت ويعلقوا، ولكن من هبطوا لقاو البلاصه مطوقه بالبوليس وغير غادي يخرجوا غادي يخرطوهم حيت ماشي روسيين. ديك الساعات لوين بروبوزال كارين طلع للسطح يلاهيهم، قالت ليه لا، ويقول لها ما عندكش تشويز، اصلا الا رجعت للبلاد غادي يشدوني. ديك الساعات عنقاتو وطلعوا للفوق. طلع بدا كيلاهي فيهم، كيتيري في السقف، كيلوح عليهم القنبول. المهم بقاو ملاهين معاه، غا هو كيصفى عليهم. المهم بقاو ملاهين معاه، ما شافوا صحابو هزوا الفورغون وعفاطه معلم. صحابو قدروا يعلقوه، كان فرحان بزاف، ولكن دابا كان خصو يسلك راسو. تمو طالعين عنده الضباط طيحهم، بقى كينقز من سطح لسطح، هبط لتحت، بقى كيخرط فيهم مزيان، كلا شويه ديال الدق، ولكن كانت عنده واحد الارمور كالات عليه شويه. المهم ديك الساعات خبى راسو بواحد الجثه ويتفرقع المبنى كامل. ماتوا كاع الجنود، خونا ضرب الحطه ديال واحد الجندي بالبومبيه وتم خارج. طلع في الطوموبيله ديالو كأن شيئا لم يحدث، ويمشي علق من تماك. وصلوا كان مدقدق بزاف. المهم وصلوا لقى صحابو تماك، هزوه داوه عالجوه وطلعوه معاه في داك الباطو. هما غاديين في الباطو غادي يكون بارك اندري مع داك اللوين، واندري غادي يحترم اللوين بزاف حد ضحى براسو باش هما يعتقهم، وغادي يولي يقدرو ما يبقاش يفكر بلا بيه. سولو دابا شنو غادي نديرو؟ قال ليه اللوين ما عندنا ما نديرو، غادي نمشيو عند داك الوزير وغادي نقتلو صبو. قال لي واش انت مريض؟ راه غندخلوا للحبس جمله. قال لي عندي واحد الخطه. الوزير عند بالو خوتنا ميتين، بارك في واحد ريستورو كلاس كيقرقب كويسات شلاضه ديال بلعاني. المهم مشى للطواليت يغسل يدو، غا تخرج ليه اللوين، مع خرج ليه حطه في حوايجو. المهم بداك الوين كدوجي معاه في الهضره، قال لي داك فيكتور قال لينا انت اللي صيفطتيه باش يفرقع. قال لي واعي لي ولد الحرام هاد فيكتور. قال لي والله الا ولد الحرام. قال لي هي ورا مات. قال لي مزيان. ويقول لي شتك ما تفاجاتيش مني قلتها لك؟ ما تفاجاتيش يعني انت اللي صيفطتيه؟ وجبد ليه كاع الادله اللي كيتبتوا بلي هو اللي قال ليه يمشي يقتل راسو باش يبغى يفرقعهم حتى هما ويتهنى منهم. قال لي علاش درتي هادشي؟ قال لي حيت بغيت الحرب تنوض. المهم شنق عليه، بقى شادو مزيان شويه ويغيب. مع غيب اللوين هزو في الطوموبيل ربطو وتم غادي بيه. بقى كيسولو علاش درتي هادشي؟ قال لي بغيت تنوض الحرب باش الاسلحه يوليو رخاص ونشريهم ونربح الحرب ونربح العاق. قال لي وحنا نموتوا؟ قال لي وماشي داك الشيء، نتوما اللي كاينين راكم عزاز. المهم قال لي ما انتقمش لمرتي، ما درت والو، غادي نكون قتلك انت حيت انت هو السبب في هادشي كامل. المهم بقى كيلعب به شويه، لاحو في واحد النافوره كبيره، بقى الماء كيدخل وخونا مربوط. ديك الساعه دخل الماء وداك الوزير بدا كيبقبق ومات. واللوين تا هو غنشوفو باقي تماك حيت ما بقاش باغي هاد الحياه. من مورا شي ايام غادي نشوفو دايرين ليه جنازه هو والوزير ومرتو، وغادي يكون تا هو ميت تماك. كارين غادا تكون تماك تا هي كتعزي فيه، وملي غطلع الطوموبيل غنلقاهو باقي حي. دارت ليه واحد الباسبور جديد وغادي يمشي يعيش حياته بوحدو فشي بلاصه بعيد. المهم القصه كيفاش خونا ما ماتش، جاو عنده عتقوه، عطاوه الاكسجين وخداو شي بصمات اللي كيتبتوا ان الوزير هو اللي دار داك المشاكل كامل. المهم داتو لايروبور، صوبت ليه باسبور وفيزا كما قلت لكم، وتعلقاتو وتهلاو.